ازيكم حبايبي الحلوين؟ غبت عنكم كتير معلش. الحمد لله على كل حال. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم كيكه كده خفيفه في البيت، ينفع تعمليها تاكلوها حلويات، تعمليها لاولادك، تعمليها زي جاتو او تورته مثلا لو عيد ميلاد تفرحي ولادك. علشان الاسعار اللي انتم شايفينها واللي احنا بقينا فيه ده ما بقيناش اصلا نعرف نعمل لاولادنا العيد ميلاد ولا بقينا نعرف نفرحهم. فباي حاجه من البيت كده، باي حاجه بسيطه حاولي تعملي اي افتكاسه كده وتفرحيهم وتعملي لهم اي حاجه وترضيهم. هعمل معاكم بقى النهارده الكيكه الخفيفه دي. يلا نشوف مقاديرها مع بعض. عندي البوله والصينيه او اي حاجه هتعملي فيها، وعندي كوبايه لبن اهي هحطها كلها. حطيت كوبايه اللبن، هحط بقى عندي بيضتين او ممكن تحطي بيضه. على فكره ساعات كتيره بعمل الكيكه ببيضه واحده وبتطلع جميله جدا، نفس اكني حاطه بيضتين واكتر يعني. هحط بيضتين انا دلوقتي علشان ايه يعني عندي بيض. لو ما عنديش هي البيضه ايه بتكفي وتوفي. حطيت كده البيضتين، نحط رشه فانيليا سايله. وبحب بقى احط كمان انا ايه ظرف من ده مع الفانيليا اللي سايبه او السايله. بحب الصراحه ريحتها قوي، بحس ان ريحتها يعني دي حلوه ودي حلوه، بس انا بحس ان الظرف ده بيبقى ليه ريحه جميله كده انا بحبها. كده حطيت عندي البيضتين ورشه الفانيليا وكمان كوبايه الحليب. هحط السكر بقى كوبايه كبيره. هي بصوا يا جماعه يعني نفس الكوبايه دي بحط بيها كوبايه اللبن، بحط بيها كوبايه السكر، بحط بيها كوبايتين الدقيق. واعرفوا كوبايه العصير او كوبايه اللبن قصادها على طول كوبايتين دقيق. للناس اللي الكيكه بتبوظ منها او بتطلع ناشفه او مش مظبوطه، لا هي خلي عندك كوبايه ثابته، جربيها في مره بنفس المقادير دي وهتفضل معاكي على طول، مش هتخلي الكيكه تطلع بايظه خالص. هبدا بقى ايه واحط كمان يعني ايه ربع كوبايه زيت كده او نص كوبايه زيت. انا بحط ربع كوبايه زيت، بالنسبه لي احنا مش لاقيين زيت اصلا دلوقتي، فيعني ايه بحاول اكون اقتصاديه شويه مش هكذب عليكم. يلا نضرب كل المكونات دي كلها وبعدين نحط الدقيق شويه شويه ونعملهم مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما ضربت الخليط زي ما انتم شايفين كده معايا بقى بنفس الشكل ده كده. هبدأ بقى احط عندي كيس بيكنج باودر. هحطه طبعا كله، ممكن تشيليه على الخليط ده مباشرة كده عادي، انا بحطه كده مفيش مشكلة. وممكن برضو تحطيه على الدقيق وتقلبيه وتحطي بقى الخليط كده وتقلبيه كله مع بعض، مش هتفرق يعني. هبدأ اشغل وهضرب الدقيق مع الخليط اللي عندي. كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا في اي دقيق ولا في اي حاجه. ولو ما عندكيش مضرب على فكره عادي باي يعني بايدك او باي معلقه عندك كده اضربي ايه الخليط كله، مش شرط يعني يكون عندنا مضرب كده اهو. هو الخليط يا جماعه بيبقى سايل شويه، يعني بلاش تخليه ايه مجمد يعني او تقيل. لو عملتي بنفس المقادير دي هتلاقيه نفس اللي انا عاملاه ده طالع معاكي كده بالظبط، وهتلاقيها هشه جدا وجميله زي ما انتم شايفينها كده. ما تبقاش تخينه قوي، تبقى سايله كده. لو المقادير مظبوطه معاكي وكمان مش هتفضلي تحطي دقيق لو عملتي باللي انا بقولك عليه ده
الكوبايه اللي انت تحطي السكر واللبن وكل حاجه بنفس الكوبايه، هتلاقي جميله وماشيه معاكي، مش هتختاري ازود دقيق ولا ناقص ولا زياده ولا اي حاجه، وهتلاقيه جميل قوي كده. خلاص خلصت ايه كده ضرب الخليط معاكم. عندي طبعا صينيه مدهونه زيت، الصينيه اللي انت تجيبيها بقى مدوره مستطيله مربعه اي حاجه، وهنزل كل الخليط اللي عندي. ومش كل حاجه يعني، مش كلنا يا جماعه بيبقى معانا فلوس ان احنا نشتري وان احنا نروح نجيب تورته غاليه او جاتوه او اي حاجه، وبرده مش لازم نحرم ولادنا. فيعني الحمد لله على كل حال. الاسعار بقت اوفر وبقت حاجه صعبه جدا، بس احنا مش هنحرم ولادنا، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نعمل لهم اللي نفسهم فيه. كده خلاص. عندي هعمل معاكم كمان حاجه كده حلوه سريعه بسرعه، ان انا ايه هجيب عندي الكاكاو، هوريكم دلوقتي. عندي هنا يعني 4 معالق مثلا لبن، او حسب ما تحبي، لو انت حابه تحطي فيها يعني تكتري فيها الشوكولاته حطي اكتر يعني. عندي هنا 4 معالق لبن، هحط عليهم بودره شوكولاته او كاكاو. انا بجيب الكاكاو هتلاقيه ارخص شويه، بس تجيبيه ايه يعني بيبقى فيه نوع ممكن مثلا ايه مش بيبقى حلو شويه، حاولي تجيبيه نوع يعني ما استرخصش قوي وما جيبش غالي قوي، المتوسط يعني. هقلبه كويس جدا مع اللبن كده، هقلبه كويس قوي. يعني شويه لبن كمان، هزود له شويه لبن كمان. ضربتها كويس جدا، هحط لها نقطه فانيليا. انا في كل حاجه في حاجات كتيره كده يعني ايه مش بمشي حرفيا زي المفروض يتعمل، لا بجازف وبعمل حاجات وبيطلع الحمد لله طعمها يعني مش زي ما كنت اتوقع. كمان ساعات ممكن اتوقع ان حاجه تطلع وحشه مثلا، والحمد لله يعني تبارك الله الحمد لله ما شاء الله بيطلع جميل. كده ضربتها كويس جدا مع اللبن والفانيليا، والله ريحتها تحفه. هبدا بقى اعمل ايه هنزلها كده اهي. انا مش عايزاها تنزل، هبدا احطها في كيس وهرجع لكم تاني. انا ما عنديش الكيس الطويل ده اللي هو بتاع الرز مثلا او بتاع اي حاجه، مش قادره تتصرف. حطيته في اي كيس عادي وهخرمه كده خرم، وهبدا بقى ايه اعمل كده حسب ايه بقى ما انت عايزه تكتري شوكولاته، ولا عايزاه مثلا لو ساده خالص برضه مفيش مشكله. هبدا بقى اعمل كده خلاص زي ما انتم شايفين كده. وهحطه عندي في الفرن طبعا مشغلاه على 180 درجه، وهوريلكم بعد ما تستوي هنعمل فيها ايه. خليكم معايا وما تكملوش الفيديو، ولو وصلتي لحد هنا معايا يا ريت ما تنسيش كومنت جميل منك ولايك، يبقى متشكره جدا. ولو ما اشتركتيش اشتركي في القناه وتابعي كل جديد معايا. دي يا حبايبي الكيكه بقى بعد ما طلعت، او الجاتوه او التورته زي ما تسموها، المهم ان هي جميله جدا وطعمها حلو. بصوا بقى من كتر ما هي كانت حلوه ولادي مستنيينها اكلوا منها مستعجلين. زوقها بقى بشوكولاته، انا كان عندي صوص فراوله برده عاملاه في البيت، ولو عايزين اقول لكم عليه بالظبط بيتعمل ازاي هو وصوص الشوكولاته اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هقول لكم عملتهم ازاي. يا رب يكون النهارده الوصفه بتاعتي عجبتكم وتكون سريعه ومدبره، وبرده نكون بنقاطع الجاتوهات والحاجات بتاعت بره علشان كل حاجه يمكن ان شاء الله ترخص والاسعار ترجع زي ما كانت ويرجع فيه خير. يا رب تكون التورتيه عجبتكم، وطبعا هزوقها وهناكلها بالف هنا للي ياكل. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. ما تنسوش الاشتراك واللايك والمشاركه
واشوفكم على خير ومع السلامه.